السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنشوف ونعرف مع بعض طريقة عمل احلى صينيتين بيتزا مع بعض. هنعمل واحدة باللحمة المفرومة ان شاء الله، ونعمل واحدة باللانشون. تعالوا بس نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ من يمين عشان نشوف مكونات وصفتنا ايه النهارده، وعشان ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين زي ما احنا متعودين. معايا طبعا كده صلصة جاهزة يعني، ومقطعة طماطم برضو كده مكعبات، بس طبعا خالية منها القلب بتاعها. ومقطعة برضو كده فلفل أخضر وفلفل أحمر برضو كده. وعصقت معايا طبعا اللحمة، ومجهزة معايا طبعا كده طبقين صغيرين فيهم كده معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة، دي عشان هنعمل بيها إن شاء الله صينيتين نخمر بيها يعني العجينة بتاعتنا. ومعايا طبعا اللانشون برضو كده مقطعاه مكعبات صغيرة، ومعايا الزيتون الأخضر والزيتون الأسمر والجبنة الموتزاريلا، ومعايا مية دافية، ومعايا الدقيق. تمام. واسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، وماشيين كده ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله، ودوار الشمس الجميلة اللي دايما تفتح نفسنا كده على التصوير. يلا بينا دلوقتي بقى ندخل عملي مع بعض على طول، ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. معايا طبعا جبت كده كوبايتين كبار من المية، اللي هي المية كوباية المية العادية، وابتديت جبت كده مية دافية، يعني تكون يعني ايه مسخناها بس الدافية، يعني ما تكونش مغلية قوي. حطيت كده نص الكوباية مية، وهبتدي انزل بقى بأول كوباية معايا كده، هنزل عليها طبعا بمعلقة الخميرة ومعلقة السكر ومعلقة الملح. تمام. عشان تتفاعل مع بعضيها كده. هنعمل ان شاء الله كوبايتين ليه هيم، عشان نعمل ان شاء الله صينيتين زي ما اتفقنا. هعمل صينية معاكم باللحمة المفرومة وصينية باللانشون. تمام. برضو في نفس الكوباية التانية حطيت برضو نفس المكونات، وهقلب بقى كده الكلام الحلو ده كله مع بعضه. وهسيب بقى الخميرة تتفاعل مع المية ومع الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هغطيها طبعا كده بالحاجات الجميله، الغطيان الجميله الصغننه، الصواني الصغننه دي، واسيبها كده تتفاعل مع نفسها عقبال ما احنا نجهز الدي بتاعنا وننخله. تمام. جبت بقى العجان بتاعي عشان هو اللي هيسعفني في اليوم ده. مش هقدر طبعا ان انا اعمل بايدي، لان طبعا مجهود وانا مش هقدر ان انا اعمل مجهود طبعا زي ما انتم عارفين، عشان انا لسه في اول شهور حملي، فمش هقدر ان انا اضغط بقى ايه على نفسي واقعد اعجن بايدي وكده. فهنعجن بقى على طول بالعجان. تمام. جبت بقى بوله كده ناشفه، ونزلت طبعا معايا كده المنخل الجديد اللي احنا كنا جايبينه مع بعض في المشتريات اللي قبل كده، مشتريات المطبخ الجديد. وهبتدي بقى اخد كده، خدت معايا كوبايتين في الاول اهما، هنخلهم كده بالمنخل. شايفين؟ والله يا جماعه المنخل ده اختراع يا كوتش، والله جميل، احلى من المنخل اللي هو التاني العادي دوت، وكمان ما بيبهدلش الدنيا ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. هنزل كده كمان بكوبايه تالته. هي طبعا الصينيتين اللي هنعملهم هنعمل صينيتين كبار. تمام. هياخدوا معايا هياخدوا معايا كده بما يعادل يعني نص كيلو دقيق وكوبايه، يعني نص وكوبايه. انا طبعا كنت جايبه كيلو دقيق للصينيتين، بس انا حطيت ربع كيلو كمان من عندي، يعني يعتبر كده الصينيه واخده نص كيلو دقيق وكوبايه كمان. تمام. لان الصينيتين زي ما قلت لكم كبار. دخلت بقى كده معايا الدقيق اهوت، دي الصينيه الاولانيه. تمام. عذرا. طبعا حطيتهم كده في العجان، وهبتدي بقى انزل طبعا كده بالميه الاول الدافيه، عشان العجينه تهبط يعني معانا كده، يعني ايه اما اجي اضرب بالعجان ما تطرش كلها الدقيق بره، فاهمني؟ وكده كمان برضو اهو، برغم ان انا حطيت ميه برضو الدقيق ابتدى يطير في الهواء، بس يعني بسيط. عقبال ما الايه ما العجينه تلم معانا اهو، بنزل بالميه واحده واحده، مش بنزل مره واحده. تمام. هنا بقى كنت حسيت ان السلاح اللي انا حاطاه الاولاني دوت مش يعني ما سعفش معايا. شلت شلت السلاح الاولاني، حطيت سلاح تاني كده هو اللي هينجز معانا دلوقتي. وهنا بوريكم بقى، شايفين بسم الله ما شاء الله، هنا الخميره كانت تفاعلت معايا، وشايفين بقى الفوم اللي عملته عليت معايا كده، ده دليل على ان الخميره ناجحه. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده تفاعلت معايا. نزلت بيها طبعا على الدقيق كده وعلى في العجان يعني، وهي بتتعجن زي ما انتم شايفين بقى السلاح ده اسعفني ازاي ما شاء الله، غير السلاح الاولاني. السلاح الاولاني بصراحه انا كنت حاطه لما كنت بعمل كيكه، وبعدين نسيت خالص ان اشيله، فحطيت دوت. يعني حطيته فكرته هيعجن العجينه بتاعه البيتزا، لقيتها لا، ما نفعش معايا. حطيت السلاح اللي هو الحلزون ده. تمام. هنا بقى حطيت طبعا ايه تدريجيا كده ميه برضو لحد ما العجينه بتاعتي كده تماسكت ولمت زي ما انتم شايفين معايا. هبتدي اشيلها بقى كده، واجيب بوله وادهنها زيت. طبعا كده هندهنها بس دهنه زيت من تحت كده، عشان خاطر ايه تلم العجينه معانا. تمام.
وهابتدي أنزل بقى طبعًا كده بالعجينة بتاعتنا بالصينية الأولى، دي عجينة الصينية الأولى، تمام. أنا هاعمل الصينيتين كل صينية لوحدها، يعني هاعمل كل عجينة لوحدها، ما رضيتش أعجن بقى عجينة الصينيتين مرة واحدة عشان إيه، أبقى ضابطة المقادير وكده. وكمان العجان كمان يعني مش هياخد برضه معايا الكمية كلها. هنا بقى كنت لميت بقى العجينة بتاعتي بالشكل دوّة وضبطتها أهو. هابتدي بقى جبت معايا كده بشكير أو أي فوطة عندِك بقى تقيلة، وابتدي بقى كده إيه غطّيها واحكميها إيه يعني غطّيها محكمة يعني عشان خاطر إيه تخمر معانا على طول. ركنتها بقى على جنب كده وسِبتها كده تخمر براحتها، وتعالوا بينا نجهّز الصينية التانية. نعمل بقى العجينة بتاعة الصينية التانية. برضه نفس الخطوات اللي إحنا عملناها في المرّة الأولى هنعملها في المرّة التانية، تمام. في نفس زيت العجان بقى طبعًا ما شطفتوش لإني هاعجن فيه تاني. فجِبت بقى كده طبعًا الدقيق برضه ابتديت إن أنا أنخله كده، وهابتدي بقى إن أنا ضبّطته بقى عجنته وضبّطته يعني مش داعي بقى إن أنا إيه أوريكم أنا عملت إيه. طبعًا كنت عجنته وحطيت طبعًا له الخميرة والمَيّة وكل حاجة ولمّيت العجينة بالشكل ده أهو، زي ما أنتم شايفين معايا، ولمِّت معايا كده بالشكل ده ما شاء الله. هابتدي بقى إن أنا طبعًا إيه برضه دهنتها زيت وضبّطتها برضه زي العجينة الأولانية، وجِبت برضه بشكير تاني أهو وغطيتها وقفّلتها تقفيل محكم زي ما أنتم شايفين عشان تخمر معايا بسرعة. هاخدها بقى دلوقتي وأحطها جنب التانية يخمروا سوا مع بعض. وتعالوا بقى هنا بعد مرور كده ساعة ما شاء الله، كانت شايفين ما شاء الله الخميرة بتاعتنا كانت تفاعلت أهو، العجينة كانت خمرت معايا يعني. وهنا بقى كنت بادّيها بوكس كده باهبّطها زي ما أنتم شايفين، وهابتدي إن أنا ألمّها بقى عشان نبتدي نعمل نجهّز الصينية بتاعتنا. جِبت بقى معايا الصينية دي بقى دي أكبر صينية عندي أهيّة، اللي هي الصواني الصِّجان اللي بتدخل الفرن الفلاحي دي، وهابتدي إن أنا أدهنها دهنة زيت من تحت كده، تمام. عشان برضه أضمن إن البيتزا بتاعتنا ما تلزقش في قاع الصينية. وهابتدي أنزل بقى بالعجينة بتاعتنا أهي بعد ما خمرت وريّحت معانا بالشكل دوّة، وهنبتدي بقى إن إحنا إيه، نلمّها ونضبّطها. شايفين بقى هنا وأنا بامُطّها كده باوريكم شايفين ما شاء الله العجينة بتمُط معايا إزاي، ده دليل على إنها خمرت كويس، وما شاء الله العجينة بتاعتنا ليّنة وحلوة جدًا وما بتلزّقش أهو ولا أي حاجة. شايفين أنا أهي باحاول ألمّها أهو، كده خلاص لمّيتها معايا وهابتدي بقى إن أنا هافردها بقى كده في الصينية كلّها نرجع نشوفها بعد ما نفردها مع بعض كده بالشكل ده. إيه رأيكم بقى هنا كنت فردت الصينية بقى كلّها، فردت العجينة كلّها وجيت بقى على الأطراف كده باحاول إن أنا أعمل زي إيه، يعني حاجز كده من الأطراف عشان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش برّه الصينية، تمام. إيه رأيكم بقى ده كده العجينة بتاعتنا جاهزة أهي معانا، يالّا بينا بقى ننزل بالمكونات. هابتدي الأول أنزل بالصلصة، دي صلصة جاهزة يا جماعة. لو مش حابين تجيبوا صلصة جاهزة عادي ممكن تضربوا طماطم عادي في الخلاط وتسبّكوها عادي بمعلقة سمنة وشوية زيت وتحطّوا لها التوابل بتاعتها وتسيبوها تنشف خالص زي كده، تمام. أنا عشان كنت مستعجلة بقى ما لحقتش أسبِّك وكده، فجِبت صلصة جاهزة. بالفرشة بقى ودهنت كده الصينية بتاعتي كلّها بالصلصة، وبعد كده هانزل أهو باللحمة المفرومة. طبعًا أنا كنت جهّزتها قبل ما أعمل معاكم يعني الفيديو وكده عشان وقت الفيديو ما يطولش، وعصّجتها يعني مع نفسي. أنتم عارفين طبعًا اللحمة المفرومة معايا بنعصّجها طبعًا بالفلفل والبصل ونحط لها بهاراتها ونضبّطها زي ما أنتم عارفين. حطيتها كده وزّعتها على الصينية ورشّيت عليها رشّة كده من الجبنة الموتزاريلا برضه كده عشان بتدّيها مَطّة حلوة. وبعد كده هنبتدي بقى نجرنش بقى والمكونات بتاعتنا الحلوة. حطيت بقى شوية كده من الطماطم المكعبات، وشوية هنا بقى كنت جايبة فلفل ألوان أهو من الفريزر. على فكرة أنا ما كانش عندي فلفل ألوان فريش، كان عندي كيس كده في الفريزر طلّعته، والله نفعني إزاي زي ما أنتم شايفين الحاجة في الفريزر فعلًا بتنفع، تمام. وزّعتها بقى كده بالشكل ده تدّي بس طعم كده وشكل جمالي للبيتزا. وهنحط بقى طبعًا الزيتون الأسمر والزيتون الأخضر، وهنوزّع بقى بالشكل ده كمية. هنقسم الكمية على إيه، على جزئين زي ما أنتم عارفين عشان هنعمل صينيتين، تمام. وآخر حاجة معايا بقى هنرُش رشة جبنة موتزاريلا كده على الوش عشان تدّينا إيه، اللون الجميل بتاع البيتزا والمَطّة الحلوة بتاعتنا. بس كده، دي كانت أول صينية معايا جاهزة بالشكل ده. إيه رأيكم بقى؟ اللي وصل معايا لحد هنا بقى يحط اللايك لأحلى صينية بيتزا باللحمة المفرومة، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله من قناة مملكة هيام. والتعليق الحلو الجميل بقى اللي دايمًا بيسعدني ويفرحني كده عشان بجد، بجد أنا يعني بابقى سعيدة جدًا بكومنتاتكم الجميلة ليّا. ربنا يا رب يخليكم ليّا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. تعالوا بينا بقى ناخد بعضينا كده ونشوف أدي العجينة التانية ما شاء الله كانت برضه خمرت وادي المَطّة بتاعتها أهي. برضه ده دليل على إنها خلاص ما شاء الله ارتاحت في الخميرة والعجينة لمِّت معايا وبقت ما شاء الله زي الفل، وما بتلزقش ولا أي حاجة. ده دليل على إن العجينة معجونة
كويس جدًا ومخدومة، تمام. فردتها بالشكل ده زي ما عملت برضه في الصينية الأولى، وفي نفس برضه الأطراف كده، وهاعمل حاجز زي ما أنتم عارفين أهو معايا بصوابعي كده وباعمل حاجز، تمام. وهابتدي برضه أجيب اللي إحنا عملناه في الصينية الأولى هنعمله في الصينية التانية، برضه باقي كمية الصلصة أهي، وهابتدي إن أنا أوزّعها برضه كده على العجينة بتاعتي كده في الصينية، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. الصلصة ما شاء الله حمرا جدًا وجميلة، مش محتاجة إن أنا أضيف لها أي مكونات بصراحة، كانت في منتهى الجمال والله العظيم، زي ما أنتم شايفين كده. أنا ساعات باعمل الصلصة دي في البيت عندي، بس أنا بصراحة اليوم ده عشان كنا صايمين وكده، عشان خاطر طبعًا كنا صايمين ال3 أيام اللي هُم 13 و14 و15 أنا وحبيبة ومحمد. أبو حبيبة طبعًا كان في الشغل وكده، فكنا صايمين أنا وولادي، فربنا يتقبل مننا يا رب. فكنا عاملين بقى النهارده البيتزا دي عشان أبو حبيبة جاي بقى النهارده، وكنا هنفطر بقى النهارده بيها النهارده كلنا. وفي مفاجأة بقى هاقول لكم عليها، بس خلّوها في نهاية الفيديو عشان هتشوفوا دي جات مفاجأة بقى. طبعًا نزلت بقى طبعًا بإيه، باللانشون مكعبات صغيرة كده، ونزلت برضه كده بالجبنة الموتزاريلا، وبرضه شوية طماطم كده، وشوية زيتون أخضر وزيتون أسمر، وكمان رشة كده من الفلفل الألوان ما شاء الله بيدّيها لون كده، ويعني شكل حلو كده، يعني شكلها بيبقى أحلى كده بالفلفل الألوان. وآخر حاجة معايا هنرش لها رشة جبنة موتزاريلا. طبعًا أنا ظلمت الصينية التانية لإني كنت حطيت كمية كبيرة أوي في الصينية الأولى، بس يالّا الحمد لله مشي الحال. عارفين مين اللي بتقول لكم حطّوا اللايك دي؟ لو عارفين مين خمّنوا كده وقولوا لي في الكومنتات، أنا هاقول لكم دلوقتي مين دي. أهيّة أم محمد يا جماعة، دي المفاجأة بقى اللي أنا كنت يعني مش متوقعاها، كلنا ما توقعناش. أم محمد لقيتها جات كده عملتها لي مفاجأة هي وأبو محمد. حطوا اللايك بقى لأم محمد كده، وأحلى صينية بيتزا كده باللانشون، وبتقول لكم هنا بقى قلبي يا ناس لأحلى صينيتين بيتزا أهم. إيه رأيكم بقى؟ حابة بقى طبعًا تطلع لكم هي كده بنفسها وتسلم عليكم هي وأخويا رضا. طبعًا أخويا أبو محمد أخويا الكبير جه طبعًا هنا ينورني ويشرفني، هنا بيقول لكم أنا اتخنقت يا جدعان أنا جعان جوعتهم معايا. أنا كنت باقول لكم زي ما أنتم عارفين صايمين، فهُم جُم بقى قبل المغرب وكان لهم نصيب يفطروا معانا من البيتزا الجميلة دي. والله العظيم يا جماعة ما أعرف إن هُم جايين، لو أعرف كنت عملت لهم أحلى يعني حاجات أحلى من كده كمان والله. بس هي جات إيه، جُم صُدفة. بقى هنا أم محمد كانت فرحانة بتسقّف كده وفرحانة إنها شايلة الصواني البيتزا وكده هي وأبو محمد، وكانوا جايين طبعًا عشان يباركوا لي بمناسبة حملي. يا رب عقبال ما تفرحي بمحمد كده وعروسته يا رب يا أم محمد ولوكا. طبعًا عشان يشوفوا والدتي وكده ويسلموا عليها ويطمنوا عليها وكده. فطبعًا أنا خدت الصينيتين بقى البيتزا وطلعت بيهم بقى على الفرن الفلاحي حطيتهم فوق، ونزلت بقى هنا عشان إيه، يسلموا عليكم طبعًا. بس أنا كنت في الوقت ده كان الشاشة شغالة، فكتمت الصوت بقى عشان خاطر إيه، يعرفوا أعرف أتكلم أنا معاكم في المونتاج. هنا كانت أم محمد بقى بتقول لكم وأبو محمد أحلى سلام عليكم يا أحلى جمهورية في الدنيا كلها، وبيسلموا عليكم وبيقولوا لكم حطوا اللايك بقى عشان خاطر كده ربنا يكرمنا، وبيقولوا لكم بقى أنا جعان بقى هاتوا البيتزا. فقُلت له: "والله خلاص هانت أهي وهتنزل." البيتزا ما خدتش والله ربع ساعة في الفرن ونزلت هتنزل يعني نزلت وكلناها الحمد لله. وهنا بقى أم محمد بتقول لكم بسم الله ما شاء الله على التغييرات والحاجات الجميلة اللي أم حبيبة عملتها، وكمان ألف مليون مبروك على الحمل وعلى النونو اللي جاي. بتقلد لكم بُصّوا قُلت لكم خلاص هنقول نونو هو هو. وكده بقى يا جماعة هناكل بقى دلوقتي خلاص عشان إحنا كنا زي ما قُلت لكم صايمين. عذرًا يا جماعة معلش اعذروني. ادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي بالله عليكم الكحة دي تروح من عندي، لإن بجد الحساسية مخلّياني مش قادرة، يعني الكحة جامدة عليّا أوي. الحمد لله. المهم هنا كنت خلاص ما شاء الله باقول لكم ربع ساعة في الفرن وكانت البيتزا جهزت معايا. أدي صينية البيتزا الأولى أهي باللحمة المفرومة والتانية باللانشون. شايفين بقى ما شاء الله البيتزا بتاعتنا كده نفشت وبقت جميلة إزاي، وبقت تحفة. هنا لوكا بقى بتقول لكم حطوا اللايك لعمته هيا. وأنا بقى جِبت هنا القطّاعة بقى، جِبت السكينة وابتديت إن أنا أقطّع بقى كده البيتزا معاكم، عشان أورّيكم بقى كده إيه قوامها. وبسم الله ما شاء الله مش عايزة أوصف لكم كانت ريحتها قلبة الدنيا ولا طعمها كان في منتهى الجمال. كلّهم ما شاء الله قالوا لي حلوة جدًا والله تسلم إيدِك يا هيام، وكان طعمها في منتهى الروعة. فهنا بقى طبعًا باحاول إن أنا أضبط التقطيع، ويالّا بينا دلوقتي نشوف مع بعض القطع كده وشوفوا قوام البيتزا بتاعتي. شايفين بقى إيه رأيكم بقى، شايفين خرطة البيتزا عاملة إزاي؟ والله العظيم يا جماعة كان طعمها فوق الروعة.
الخرطة كده يعني تحسّوا إن هي يعني مخدومة كده وتشبّع، مُشبعة، غير اللي إحنا بنجيبها اللي من برّه بتبقى رفيّعة كده ومش مُشبعة أوي، إنّما أنتِ عاملة الحاجة ببيتِك كده خادماها وما شاء الله يعني عاملاها يعني واثقة في الحاجة اللي أنتِ عاملاها، ومزوّدة في الحاجة اللي أنتِ بتعمليها ببيتِك، فبتطلع معاكِ ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. وهنا كمان بقى باحاول أقطّع معاكم برضه الصينية التانية اللي هي صينية اللانشون، تمام. برضه ما شاء الله تحفة جدًا، بس زي ما قُلت لكم كانت ناقصها شوية جبنة موتزاريلا كمان، لإن بس بصراحة ما كانش عندي إلا هو الكيس ده. وآدي كمان الخرطة التانية أهي بتاعة البيتزا بتاعتنا بتاعة اللانشون، جميلة برضه ما شاء الله. هنا أم محمد كانت بتحاول تدوق بتقول لكم حطّوا لايك، وكانوا جاعوا والله العظيم، بس معلش والله غصب عني، لو أعرف إن أنتم جايين كنت يعني عملت يعني أعلى وأحسن كمان من كده. بس يالّا حطّوا بقى اللايك ويالّا بينا عشان نقعد نفطر بقى، عشان خلاص المغرب أذّن، وهنقعد بقى نفطر كده مع بعض. والله في اليوم ده أنا يعني جوّعتهم واتأخّرنا كمان في الفطار، كان المغرب أدّن بعديها بشوية كمان يعني، بس يالّا الحمد لله. كده بقى جِبت طبعًا فرشنا كده فرشة في الصالة أهو، وهنحُط بقى طبعًا الصواني بتاعتنا عشان نقعد بقى نفطر. وأبو محمد بقى كده كان هنا بيقول لكم بقى يالّا تعالوا بقى عشان تفطروا معانا، كان قاعد بيتسلى في التليفون على ما أخلّص، ولوكا بتقول لكم حطّوا أحلى لايك هي وأبو محمد، وبيقولوا لكم تعالوا افطروا معانا. هنقعد بقى دلوقتي كده نفطر. خلاص هنا بقى قعدت أهوّة، هاقطّع بقى لكل واحد فيهم كده في طبقه. شايفين البيتزا يا جماعة وشكلها، أقسم بالله كانت روعة، روعة. أنا والله العظيم 3 جُعت وأنا قاعدة بامنتج دلوقتي تاني. هنا بقى طبعًا كنت لازم أدّي أخويا الكبير الأول، وهادّي لوكا طبعًا. حبيبة قلبي يا لوكا، بألف هنا وشفا عليكم وعلى كل اللي أكل من البيتزا دي يا رب. وهادّي لأم محمد طبعًا أحلى وأجمل وأكبر حتّة خرطة بيتزا في الدنيا. ما ليش بركة إلا أنتِ يا أم محمد حبيبتي. ربنا يا رب يسعد قلبِك ويبارك لِك في ولادِك ويوسّع رزقِك يا رب كده ويناولكم كل اللي أنتم بتتمنوه إحنا وأنتم اللي زينا يا رب. هنا بقى كنت باقول لأبو محمد دوق كده وقُل لي رأيك إيه. وما شاء الله كان خلاص جاعوا، وولادي برضه والله قاعدين خلف الكاميرا جعانين، كلّهم كانوا صايمين، فربنا يتقبّل مننا يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا جميعًا. كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى أخوات وأحلى جمهورية في الدنيا كلّها، اللهم بلّغنا رمضان يا رب على خير. لا فاقدين ولا مفقودين اللهم آمين. هنا بقى أم محمد كانت بتحاول بقى إن هي تصوّر برضه تاخد لقطة معانا على قناتها، وطبعًا هي مصوّرة برضه كل حاجة إحنا عملناها النهارده كده، ويومنا الجميل ده على قناتها برضه، قناة فرحتنا في لمّتنا. اللي لسه مش متابعها يا جماعة يتابعها، قناتها والله جميلة وتستحق، ربنا يا رب يوفقها ويديها على قد تعبها إحنا وهي واللي زينا يا رب. وادي أم محمد كانت بتدوق البيتزا ما شاء الله بتقول لكم عالمية. بتقول لكم تحفة. ورضا أخويا بيقول لي: "بس ما حدش يتكلم معايا، حد طفّى النور." المهم كَلنا وشبعنا الحمد لله. وهنا بقى في الوقت ده وأنا باعمل البيتزا والله في نفس ذات الوقت كنت عملت لهم الرز بلبن، عشان طبعًا هُم ما كانوش لحقوا إن هُم يدوقوا من الرز بلبن، أنا كنت خارجاه قبل كده يعني من كام يوم. فقُلت لهم والله عشان كان هو بقى مش فاضي ييجي وكده هو ومحمد، فقُلت لها لمّا تيجوا بإذن الله قريب أعمل لكم أحلى رز بلبن والله. والحمد لله وعدت ووفيت بوعدي وعملت لهم أحلى رز بلبن زي ما أنتم شايفين، وقعدنا نحلي كلنا بعد ما كلنا البيتزا. ولوكا بقى هنا باقول لها دوقي يا لوكا كده الرز بلبن بتاع عمته وقولي رأيِك. كان ناقصِك اليوم ده والله يا بتوتي أنتِ وحمصاني طبعًا، بس طبعًا بتوت كان عندها هي وجوزها بقى كان يعني مش جوزها عنده شغل وهي مش فاضية تيجي، وحمصاني كان في شغله، فإن شاء الله ييجوا قريب ونتجمّع كلنا إن شاء الله. وكده بقى يا جماعة رضا أخويا باقول لكم بُصّوا بقى أنا منابي طبقين، وبعدين بيقول لي الطبق نهون أكبر ده والّا ده؟ قُلت له والله الكاس والطبق الاتنين زي بعض، المهم بيقول لي أنا هاخد الاتنين، قُلت له بألف هنا وشفا أنا عاملاها عشان خاطرك والله يا أبو محمد. وعشان خاطر أم محمد حبيبة قلبي طبعًا، بس هو طلبه منّي وأنا عينيا ليك يا أخويا. عملته له طبعًا. وهنا بيقول لكم حطّوا اللايك بقى وكلنا وانبسطنا الحمد لله. يالّا بينا بقى في الوقت دوّة خلاص لبسنا بقى ورُحنا طبعًا بعد ما كلنا وخلّصنا وخرجنا بقى رُحنا عند والدتي عشان نشوفها ونطمن عليها. هي طبعًا تعبانة شوية مش قادرة إنها تطلع لكم بوشّها وبتسلِّم عليكم كلّكم والله، وبتدعي لكم وتقول لكم ربنا يا رب يرزقكم ويوفقكم جميعًا. وإن شاء الله في أقرب وقت لمّا تتحسّن كده ونفسيتها تبقى كويسة كده هاخلّيها تطلع معانا إن شاء الله. وهنا لوكا بتقول لكم حطّوا أحلى لايك. وأبو محمد بقى كان خلاص داخ بقى عايز في الوقت ده ما يعني عايز يروّح بقى خلاص كان الوقت اتأخّر. ومسكت فيهم يباتوا والله ما رضيوش عشان خاطر بطوط وكده.
وهنا بقى كنت أنا باسلِّم عليكم وباقول لكم أنا بقى هنا طلعت لكم في الآخر بقى طبعًا لبست وخرجت معاهم، وباسلِّم عليكم وباقول لكم بقى إيه، أمي والله قاعدة على الكرسي قصادي أهوّة، بس مش قادرة إنها تطلع لكم بوشّها، بتسلِّم عليكم والله. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا استمتعتوا معانا في يومنا الجميل. وهنا باقول لأحمد ابن أخويا حمادة حُط اللايك يا مودي، أحلى لايك يا مودي وأحلى لايك يا لوكا. وهنا بقى رضا أخويا بقى باقول له يالّا اختم معاهم وأشوفكم على خير في فيديو جديد ومع السلامة.